يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. وصفتنا لليوم ملفوف الباذنجان. إذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة ويلا نبلش. هون عنا 1.5 كيلو من الباذنجان. بقشره بهي الطريقة وبقطعه لشرايح رقيقة لسهولة اللف. وهيك بيكون سمك القطعة. بمقلاية بنزل زيت وبنزل البصل وبقليه لحتى يذبل، وبضيف نص كيلو من لحمة الدجاج وهي اختياري، وبحركها لتستوي مع البصل لمدة 5 دقايق، وبضيف حبة فليفلة خضرة وبحرك، وحبة بندورة وبحرك المكونات. وللبهارات نص ملعقة فلفل أسود، نص ملعقة 7 بهارات، نص ملعقة بابريكا، نص ملعقة ملح، وبحركهم مع بعض. وهيك صارت الحشوة جاهزة. بمقلاية بنزل زيت للقلي وبس سخن بنزل شرائح الباذنجان وبحركها لحتى تتحمر. وبس استوت بطلعها من الزيت. وهي شكلها بعد القلي. وببلش لف بصينية، بفرد الشريحة وبحط اللحمة وبلفها وبصفن بالصينية. وهيك بعد ما خلصت لف. للصلصة كاسة ضفت ملعقتين دبس بندورة ونص ملعقة ملح حسب الرغبة، وبملي الكاسة مي وبحرك. وبضيفها فوق الملفوف. وبحط الصينية على النار وبرش شوية فلفل أسود وبتركها لمدة 10 دقايق. وبشويها لمدة 5 دقايق بالفرن من فوق. وهيك شكلها بعد ما استوت. حبيت أقدمها مع رز وشعيرية وهي اختياري. وهي كانت وصفتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم وصحتين وهنا.